عمرك شفتي مصلية أطفال شكلها كيوت وبخامات بسيطة ومش مكلفة؟ النهاردة هنعمل واحدة خطوة بخطوة والنتيجة هتفاجئك فعلا. هنعمل مع بعض مصلية أطفال شيك وبسيطة وتنفع هدية وكمان تشجع الطفل على الصلاة. أول حاجة جبت قماش لونه بامبا وده هيكون الأساسي بتاع المصلية، وطبعا تقدري تختاري أي لون تاني على حسب ذوقك أو حسب إذا كانت لبنت أو ولد. بعد كده حضرت الباترون لكل الأشكال اللي هحتاجها علشان الشغل يطلع منظم وسهل عليا وأنا بقص. هستخدم نجوم وسحاب والهلال وورد وبصمة مكان رجل الطفل، ودي لمسة لطيفة جدا بتخلي المصلية مميزة ومرتبطة بالطفل نفسه. بعد ما قصيت كل الأشكال بدأت في تجهيز الورد. اخترت في الورد البامبا والفوشيا علشان يدي شكل حيوي وجذاب، بس طبعا تقدري تعملي الورد بأي لون أو حتى تبدليه بقلوب أو فراشات أو أي شكل تحبيه. الموضوع كله حسب ذوقك انتي واللي تحبيه. بعد ما خلصت تجهيز الورد هسيبه على جنب مؤقتا وابدأ اشتغل في جسم المصلية نفسه. هنا جبت شريط زينة رمضاني وثبته من فوق علشان يدي شكل احتفالي وجميل بالشكل ده. هثبته بالشمع كويس. وبعد كده هثبت نفس الشريط من تحت علشان يبقى فيه توازن في التصميم، وسبت الجنبين فاضيين مخصوص علشان احط فيهم الورد بعدين. بعد ما خلصت هجيب بصمة الرجل وهثبتها كويس بالشمع في المكان المناسب بتاعها، ودي من اهم اللمسات اللي بتخلي الطفل يتحمس يستخدمها. هظبط المكان والزقها بالشمع. بعد ما ثبت بصمة الرجل هرجع للجنبين اللي انا كنت سايباهم فاضيين عشان احط عليهم الورد اللي انا كنت مجهزاه قبل كده، وبدأت اثبته على الجنبين واحدة واحدة لحد ما حسيت ان الشكل بقى متناسق وناعم. شكله بقى تحفة بصراحة. بعد ما ثبت الورد كله بدأت احط باقي التزيين، السحابة من فوق وبعدها الهلال والنجوم، وفضلت اعدل اماكنهم لحد ما وصلت للشكل اللي في دماغي. اهم حاجة في المرحلة دي انك تاخدي راحتك في الترتيب لحد ما تحسي ان كل حاجة في مكانها الصح. وفي الاخر خالص ظهر معايا شكل مصلية اطفال كيوت بسيطة ومبهجة تنفع هدية حلوة جدا وتشجع الطفل يحب وقت الصلاة ويكون عنده حاجة خاصة بيه. لو الفكرة عجبتك وحبيتي تشوفي افكار يدوية بسيطة وجميلة زي دي ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد.